السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أولياء أمور طلبة وطالبات الصف الأول الابتدائي، كما أقدم تحياتي لكل معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنعرض مع بعض منهج كونكت الخاص بالصف الأول الابتدائي 2024. هنعرضه طبعا من خلال كتاب الباهر زي ما احنا شايفين، كتاب الباهر بتصريح وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم الفني. سعر الكتاب 88 جنيه وعدد صفحاته 224 صفحة، وكمان كتاب الفاينل ريفيجن والجرامر وده بيكون 88 صفحة. طيب الكتاب ده قبل ما نعرض كده المين بوك الكتاب الرئيسي ونشوف منهجنا وهنشوف فعلا هل تم التعديل في المنهج ولا لا، نشوف كده كتاب الجرامر والفاينل ريفيجن ده بيعمل ايه. بيرجع لنا على كل الجرامر المطلوب من الطفل معرفته اهي زي ما انت شايف، وبيقدم براكتس كتير قوي على الجرامر، ودي طبعا حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا الكتاب بيقدمها للطالب. طبعا اللغه هي جرامر زائد كلمات، وطبعا هو هنا بيعمل فوكس جامده جدا، بيركز قوي على نقطه الجرامر وبيشرحها كويس للطفل، وكمان بيقدم له براكتس كتير جدا على هذه الجزئيه. تمام، بالاضافه لان هو كمان بيراجع هنا على كل يونت لوحدها، وبيقدم تدريبات واكتيفيتي كتير جدا على اليونتس، كل يونت لوحدها. تمام، وبيجي في اخر الكتاب يوفر لك في اخر الكتاب مجموعه كبيره من الامتحانات الشبيهه بامتحانات اخر العام. طبعا سنه اولى مش بتمتحن اخر العام، ولكن بنحاول ندربه على امتحانات اخر العام من سنه اولى علشان لما يبدا بعد كده يمتحن بشكل نظام منتظم يبقى متعود على شكل الامتحان. تمام، طيب احنا كده شفنا كتاب الفاينل ريفيجن وعرفنا ان هو بيراجع على كل جزئيه موجوده في المنهج معانا، وكمان بيركز على الجرامر بشكل كويس جدا. نيجي بقى للكتاب الرئيسي او المين بوك. تعالوا نشوف كده منهجنا السنه دي عباره عن ايه. منهجنا السنه دي سنه اولى بيتكون من 2 ثيمز، من محورين. المحور الاول بعنوان هو اماي، من اكون، والمحور الثاني بعنوان ذا وورلد اراوند مي، العالم من حولي. المحور الاول بيتكون من 4 وحدات، والثاني بيتكون من 5 وحدات بمجموع 9 وحدات. تعالوا كده نقرا بشكل سريع العناوين. يونت 1 هالو، يونت 2 this is me انه انا، يونت 3 my school bag حقيبتي المدرسية، يونت 4 it's my birthday انه عيد ميلادي، يونت 5 with my family مع عائلتي، يونت 6 let's play music هيا نعزف الموسيقى، يونت 7 at home في المنزل، يونت 8 at the pyramids في الأهرامات، يونت 9 at the beach على الشاطئ. طيب الكتاب بيعمل ايه؟ الكتاب بيعمل مراجعة سريعة كده على كل الكلمات وعلى الحروف وطريقة كتابتها، وكل حرف بيراجع لك على كلمة واحدة بس، وازاي تقدر ان انت تكتب الحرف بالاتجاهات الصحيحة. طبعا المفروض الحاجات دي نكون درسناها خلاص في السنين السابقة كي جي 1 وكي جي 2. اهو كل حرف عليه كلمة، لازم طبعا الولاد يكونوا حافظين الكلمات دي، وكمان بيراجع لك على النمبرز على الارقام زي ما احنا شايفين، وبيعمل اكتيفيتي على الجزئية دي من المراجعة. طيب ندخل بقى على شخصيات الكتاب. والكتاب بتاعنا طول السنة أو طول المنهج هيتكلم أو هيعرض لك المنهج من خلال هذه الشخصيات اللي هو هاني، هنا، يوسف، أميرة، مس منى، وبيزي بي. طبعا الشخصيات أو ال6 شخصيات دول بالتحديد هيتم عرض المنهج من خلالهم. طيب تعالوا نشوف كده ثيم 1 هو أماي. المحور الأول بعنوان هو أماي، من أكون. هنعرض مع بعض كده دروس يونت 1 وهنقلب كده في صفحات الكتاب مع بعض علشان نشوف منهجنا شكله عامل ازاي. طبعا يونت 1 ليسن 1 بيبدأ يعرض لك الكلمات بالشكل اللي انت شايفه كده بقاموس مصور، كل صورة تحتيها الكلمة وكمان ترجمتها. تمام، طريقة حلوة قوي ومريحة للعين كده وبتسهل المذاكرة على الطالب. ويبدأ يعرض لك الدرس الموجود اصلا في كتاب المدرسة، بيبدأ يعرضه لك، وكمان بيستخلص لك اللانجوج فوكس الوظائف اللغوية الموجودة عندك في الدرس، وبيبدأ يشرحها لك بشكل منفصل كده زي ما انت شايف. وكمان بيديك اهم الكلمات اللي المفروض ان انت تكون حافظها او بتحفظها مع الدروس زي ما انت شايف كده، بيكتبها لك بطريقة مميزة. وطبعا مساحة الكتاب بتسمح لك ان انت تكتب بخط حلو، تمسح، تعيد كتابة مرة اخرى. المساحة يعني متاحة قدامك زي ما انت شايف. وبيبدأ يقدم لك كمان براكتس على ليسون 1. طيب ليسون 2 هيبدأ يديك درس عن صوت الليتر بي، الفونكس طبعا اللي هو الصوتيات.
هيبدأ يديك 5 كلمات وازاي تنطق letter B من خلال هذه الكلمات، وكمان بيكتب لك كلمات بطريقة مميزة علشان تقدر تعيد كتابتها وتحفظها. تمام. practice. lesson 3 بيبدأ يعرض لك الدرس زي ما احنا شايفين، وكمان بيعمل لك براكتس على الدرس والكلمات المهمة المفروض ان انت تحفظها برضو بيقدمها لك. خلاص كده يونت 1 خلصت، ويبدأ الكتاب يلخص لك كل ما جاء في يونت 1. يعني ايه؟ يعني هيجيب لك كل الكلمات، كل الفوكابولري، كل الفونكس، كل اللانجوج فوكس اللي ذكرت في يونت 1. تمام. وبعدين هيديك حاجة كده زي الديكتيشن، الاملاء على الوحدة الأولى. بيديك صورة وانت المفروض بتكتب كل كلمة بتعبر عن الصورة قدامها في المربع الفارغ. طيب بعدين بعد انتهاء يونت 1 والمراجعة عليها بيبدأ يديك براكتس على يونت 1، تدريبات كده زي ما انت شايف علشان يتأكد ان انت فهمت اليونت كويس. تمام. طب انت عايز تزود مراجعة تاني على يونت 1، طبعا هتجيب الكتاب ده وتبدأ تراجع تاني على يونت 1 من خلال المراجعة على الوحدات الموجودة في الكتاب بتاع المراجعة زي ما احنا شايفين. نرجع تاني لعرض المنهج ونبدأ في يونت 2. This is me، هذا أنا. بيبدأ يعرض لك الكلمات وأجزاء جسم الإنسان زي ما انت شايف، البارتس اوف ذا بادي، أجزاء الجسم. وبيبدأ يعرض لك الدرس واللانجوج فوكس زي ما اتفقنا بقى. بيفصل لك الجرامر عن الدرس ويشرحه لك بشكل منفصل، وكمان بيبدأ يديك الكلمات المهمة زي ما انت شايف، وبراكتس على اللسن. طيب نيجي اللسن 2، وفي اللسن دي هنبدأ نعرض الفونكس وازاي تنطق اللتر اتش واللتر ان، وده طبعا بيكون من خلال مجموعة من الكلمات اللي الكتاب بيكتبها لك بشكل لطيف كده زي ما انت شايف الصورة وتحتها الكلمة مكتوبة طبعا بالاتجاهات الصحيحة للحروف، وكمان بيديك فرصة ان انت تكتب الكلمة بمفردك. طيب براكتس على الليسون زي ما انت شايف، وبيبدأ بقى ليسون 3. في الليسون دي بيبدأ يديك الكلمات على شكل قاموس مصور زي ما انت شايف، طبعا الطريقة مبسطة جدا زي ما احنا ملاحظين، وكمان هنساعد هنا الطفل انه يتعرف على اهمية ان يكون نظيف. اغسل يدي، I wash my hands، I wash the salad، اغسل السلطة، I wash my face، اغسل وجهي. وهنا بنعلم الطفل ازاي ان هو يكون نظيف. طيب الكلمات والبراكتس على اللسن. طبعا كده اليونت انتهت، وهيجيب لك زي ما احنا اتعودنا خلاص يونت المراجعة على اليونت بيكون بالطريقة دي، بيجيب لك اهم الفوكابولري الكلمات، اهم الفونكس، واهم اللانجوج فوكس الوظائف اللغوية، وكمان بيعمل لك ديكتيشن على اهم كلمات اليونت وبراكتس. ويبدأ في يونت 3 بيعرضها بنفس الطريقة اللي هو بيعرض لك الكلمات والجرامر وكمان اللانجوج فوكس، وبيبدأ يعمل لك براكتس على الليسون بنفس الطريقة دي. كده هيبدأ يعرض لك بقية المنهج بتاعك. طيب احنا هنقلب صفحات الكتاب كده بشكل سريع، وفي النهاية هبدأ اعرض لك تلخيص للجرامر المطلوب منك وهنعرضه مع بعض هنا في نهاية الحلقة. يلا هفصل الصوت كده ونمرر مع بعض كده الكتاب بشكل سريع عشان نطلع عليه من اول صفحة لاخر صفحة، وما تنسوش تشوفوا الجرامر المطلوب منك في سنة اولى الترم الاول في اخر الحلقة.